ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. وانا جاي اتكلم على فيلم اوبسيشن. مش جاي احرق كالعاده. انا شفته من فتره، فاول ما نزل وقتها فانا دلوقتي حتى كمان متحرر من فكره ان انا اتكلم عنه بصوره عاطفيه نسبيا او كده، واحاول انا احلله بصوره واقعيه اكتر بما يستحقه، علشان انا شايف فيه افوره كبيره قوي عليه او كده. شايف بوستات كتير بتتناوله بطريقه هو ما قالش كده يا جماعه، او ما اتكلمش في دوت، او ما حاولش حتى ان هو يجسد ده. في ناس بتبالغ في تمجيده. هو طبعا فيلم حلو، بس المبالغه في تمجيده بتحبط توقعات الناس اللي هي بتروح تتفرج عليه طبقا الكلام المبالغ فيه، اللي هم بيشوفوه يعني من الناس اللي هي بتبقى غالبا اغلبها صفحات، يعني اللي هو جاي يقول كونتنت ومحتوى عايز يملاه، بيبتدي بقى يعظم في الفيلم او كده. خصوصا ان انا برضو مش بقلل، مش بتنمر من الناس اللي هي ماسكه الصفحات دي، ولكن للغرابه يعني في صفحات كتيره للسينما من الواضح ان الادمنز بتوعها مش عندهم ثقافه سينمائيه كبيره. فبالتالي اوبسيشن بالنسبه لهم ممكن يكون من افضل ثلاث اربع افلام شافوها في حياتهم مثلا، او حاجه زي كده. وتاني ويتشز كويس بالنسبه لهم، ولكن دعوه جديده. طب ما تشوفوا اكتر، ما تعرفوا ان في افلام برضو احسن وسابقه، سواء في المجال بتاع الرعب او غيره يعني. آه، انا يعني كنت بتكلم مع حد قريب، حد ناقد سينمائي معروف وكاتب روائي معروف. فكان بيتكلم عن الاوبسيشن، وكان بيتكلم عن تجربته ان هو دخل برضه وهو عنده توقعات عاليه جدا من كتر ما الناس عماله تفخم في الفيلم او كده، وبعدين حس انه يعني هو الفيلم حلو يا جماعه، بس مش بالدرجه اللي انتوا بتحاولوا تصوروها ديت او كده. فيمكن ده اللي دفعني ان انا افتح الفيديو دوت واتكلم معاكم عنه. انا نزلت شايف اوبسيشن فيلم حلو، وفيلم مرعب. يعني في افلام رعب كتير اللي هو بتطلع منها وانت مش قلقان من حاجه، مش ما حصلش اي حاجه ولو صغيره تحسسك ان انت في فيلم رعب. لكن اوبسيشن مش من النوع دوت. واوبسيشن برضو مش من النوع بتاع الافلام الرعب اللي هو بيعتمد على الخضات، اللي هو يقعد يخضك طبعا انتوا بتخضوا في فيلم عادي، ولكن مش هدفه الجامب سكيرز ديت، اللي هو كل شويه يروح جايب لك منظر معين او يلعب لك بالمزيكا الفكاهيه او كده. لا، هو الفيلم بيعتمد على خلق حاله من التوتر لاطول مده ممكنه. في توتر ماشي معاك على طول من بدايه مش عايز اقول من بدايه الفيلم، بس حقيقي يعني من بدايه الفيلم لحد اخره في تصاعد في الليفل بتاع الادرينالين جواك. تصاعد واضح وتصاعد متعب يعني جسديا. انت بتطلع من الفيلم دوت مش متظبط، محتاج ان انت ايه، عايز اقول لكم من اكتر الافلام اللي الريست فيها ريست يعني مفيد. خصوصا لما بتخش مع ناس ما لهمش في الرعب قوي او كده، بتحتاج ان انت ترفه عنهم. يعني فقره الريست دي فقره لتسليه الناس وتذكيرهم ان يا جماعه ما تقلقوش ده فيلم وحاجه زي كده. مش عايز اخش تاني في ان انا اتكلم بالطريقه دي عن الفيلم عشان الناس تفتكرش تاني انا بقول ان الفيلم ما حصلش وانه افضل فيلم من نوعه. لا، هو مش كده على الاطلاق، ولكنه فيلم فعلا حلو ومعمول بمزاج. القصه بسيطه قوي، ومعموله يعني بالمسطره زي ما بيقولوا. يعني هو الراجل مش عايز يزود عن الحته دي، عن اللقطه ديت او كده. واعتقد انه ممكن يتحول يعني لروايه قصيره. يعني مش هقول قصه قصيره، لكن روايه حجمها صغير او كده، وتبقى هايله يعني. لما تيجي تقراها يعني او كده هتبقى جميله جدا. لان انا شايف ان الفيلم دوت مش بس اخراجيا حلو، انما كتابيا كمان جميل جدا. الكتابه بتاعت الفيلم حلو. طيب ما فيهوش عيوب؟ لا، في عيوب طبعا. في عيوب. انا هنا ما حرقتش اي حاجه، ومش هحرق برضو وانا بقول عيوب، ولكن في التيمة المتكررة في اغلب افلام الرعب، بتاعه ان الابطال بتحس ان انت عايز تخش جوه. يا حبيبي ما تعملش كده، ليه يعني ليه تتصرف كده يا حبيبي؟ في اوقات كده تبقى مستغرب يعني. ما وان كان في الفيلم دوت بيحاول ايه،
يبرر شويه الغباء ده، لكن التبريره ساعات ما بتبقاش محكمه. يعني انت بتقعد تفكر كده لو انت مكان الابطال، آه لا مش هتتصرف كده. يعني في حتت كده في النص ما ينفعش تتصرف كده. انا هقول لكم ايه المفزع فعلا في الفيلم دوت. المفزع في الفيلم هو انه بيخلق حاله من الكآبه والكريبنس واليأس في نفس الوقت، ثلاثه كده مع خليط كده من الثلاثه، معمول زي ما قلت كده بحرفنه، مخليك انت مودك مش متظبط جوه الفيلم. انت قاعد متضايق، وبصوا الحته جايه قلقان ومتوتر من حاجه مش موجوده اصلا في الفيلم. يعني انت وانت قاعد بتتفرج على الفيلم حاسس ان في حاجه غلط. ودي على فكره دي عبقريه الفيلم كله، ان انت مش عارف انت قلقان من ايه او خايف من ايه، بس انت قاعد حاسس ان في حاجه مش مظبوطه. شعور انك كانك بتحلم ومش متاكد اذا كنت بتحلم ولا لا. عارفين الشعور ده لما تبقى قاعد جوه الكابوس وبتحاول تصدق يا ترى هل انا نايم وبحلم ولا ده الواقع. الفيلم حاطط الاجواء الكابوسيه ديت بطريقه كويسه، وبيخاطب العقل الباطن بتاعك. يعني هو بيخوفك من حاجات تانية انت مش عارف تمسكها كده، مش قادر تحط ايدك عليها. ومن غير ما احرق، في اوقات كتير جوه الفيلم ممكن لو انت يعني غيرت انطباعات الناس اللي جوه الفيلم تجاه الموضوع، تلاقي انه فيلم عادي، تلاقي انه سيت كوم. شوف بقى لدرجه ايه، يعني يتحول، مش عايز اقول لدرجه يبقى فيلم كوميدي يعني، بس يبقى حاجه فاني كده، حاجه لايت. تجربه بين مثلا يعني عارف اللي هي اللقطات بتاعت مثلا اتنين عايزين يرتبطوا مثلا ومراهقين او كده، فتحس ان هو تجربه لايت رومانسيه فيها شويه ضحك بسيط وبتاع. لو غيرت انطباع الابطال جوه الفيلم للي بيحصل، يعني ان هو بيتصرفوا ازاي وبيفكروا في ده من ناحيه ايه او كده، تفرق كتير. فتاني انا شايف ان الفيلم شطاره الرعب فيه انه مش رعب واضح، مش رعب يجيب لك العو والبخ ومطاردات هو مش جو كده، هو جو يخليك قاعد طول الفيلم، ولما يخلص الفيلم كمان انت مش عارف انت كنت خايف من ايه. بس هي تجربة متعبة ليك، تجربة مش قادر انك تطلع منها بنفس بنفس المود اللي انت كنت فيه قبل ما انت تخش الفيلم. انت كنت داخل الفيلم عشان جاي تتفسح وتشوف فيلم سينما مع اصحابك وتتبسط او كده، طالع من الفيلم وانت حاسس يعني انا هعدل مودي ازاي، انا هعمل موف اون من اللي جرى دوت ازاي. بعض الناس بتفتكر ان التيمة بتاعة الفيلم اللي هي متكررة في افلام تانية، يعني بتاعة يعني be careful what you wish for او كده، من غير ما احرق كتير. ولكن انا مش شايف ان دي التيمة الوحيدة اللي في الفيلم. انا شايف ان التيمة الاهم في الفيلم هو احساس ان في حاجة غلط بس انت مش عارف تحط ايدك عليها. المخرج اصلا اللي هو عامل الفيلم مش العالم بتاعه هو عالم هوليوود. الراجل ده مش من رحم السينما الامريكيه بالطريقه التقليديه، انما هو كان مخرج هاوي على اليوتيوب. ولما باجي ابص على الفئه ديت انا بحس ان هم ما عندهمش التصاق بمدرسه معينه، يعني هم عندهم انفتاح اكبر بكتير على السينما العالميه. ما بيجيش النهارده يركز على افلام بعينها، نوعيات بعينها، ما بيمشيش بنفس الحرفيه او المنهجيه بتاعه افلام معينه علشان يعمل فيلم رعب مثلا. فيمكن ده افاد وبكتير الفيلم ده. انا هرجع ورا بالزمن شويه، وفي قليلين من اللي قاعدين بيسمعوني دلوقتي هيعرفوا الاسم اللي هقوله ده، نيو جراوندز. ايه نيو جراوندز دوت؟ في زمن ما قبل اليوتيوب كان في موقع للارتست بتوع الانيميشن، الناس اللي هي بترسم يعني افلام انيميشن او كده. كان في وسيله ان هم يعرضوا الشغل بتاعهم اونلاين ويكون ليهم بورتفوليو كبير
وفي نفس الوقت حجمه يكون صغير عن طريق ان هو يستخدم ادوبي فلاش الله يرحمه بقى، او وشوك ويف فلاش. الناس بقى اللي فاكره الكلام ده يعني انتوا جامدين جدا يعني. اللي هو بيعمل انيميشن بس باقل حجم ممكن، لان هو بيعتمد على فيكتور ارت مش الراستر العادي او كده. ده الجزء التاني بقى. طب هرفع الشغل الحلو دوت فين؟ هرفعه على نيو جراوندز. اللي بعد كده في ناس كتير خدت الشغل على نيو جراوندز دوت ورفعته على اليوتيوب. ليه بقول مرحله نيو جراوندز دي مهمه وبذكرها دلوقتي في الفيديو؟ لان هي كانت مرحله شامله. يعني ايه شامله؟ يعني اي حد من اي جنسيه كان يقدر يرفع الكلام ده. فكنت بتلاقي ناس من وسط اسيا، مش هقول لك بقى شرق اسيا اللي هو كان معروف بالانمي او كده زي اليابان او كده، لا ممكن تلاقي ناس من ماليزيا وتايلاند وفلبين يرفعوا الشغل بتاعهم. وبرضه في نفس الوقت هتلاقي ناس من افريقيا، من امريكا، بس مش امريكا بقى، امريكا اللاتينيه، من دول ملهاش سينما معروفه في اوروبا. نتكلم عن دول الاسكندنافيه مثلا او كده، ملهاش سينما مشهوره بنفس القدر. شرق اوروبا برضه عندهمش سينما مشهوره زي السينمات الاشهر، الايطالي والفرنسي والاسباني مقارنه يعني بدول تانية في اوروبا. فدول كان ليهم متنفس مبني على الثقافات بتاعتهم، ثقافه الشخص اللي هو بيعمل انيميشن دي. في ناس كتير منهم كانت بتعمل انيميشن رعب. كانت الافكار بتاعت الرعب ديت افكار تاني جديده بالنسبه للمشاهد العادي التقليدي اللي بيتفرج على سينما رعب امريكيه او حتى اليابانيه اللي كانت منتشره في وقت في اوائل الالفيه، يعني الحاجات بتاعت ذا رينج وذا جراج والحاجات ديت. فانا بتكلم يعني على مستوى عالمي. فكان نيو جراوندز دوت، انا بتكلم تاني هنا على 2002 2003 2004 تاني قبل اليوتيوب حتى، كان متنفس ل يعني زي مكتبه كده تشوف فيها متحف جاليري، تشوف فيها ما لذ وطاب من انواع الرعب اللي مش موجوده في العادي. انا بتخيل ان المخرجين، ما عنديش معلومه، ولكن اللي انا شفته في اوبسيشن واللي انا شفته من مخرجين تانيين برضو ابتدوا من اليوتيوب واشتغلوا في الرعب، التوجهات بتاعتهم دي مش توجهات سينما امريكيه، ده توجه حد يعني خد الموضوع من تحت بقى، خد الموضوع من اول، اذا ما كانش موجود من وقت نيو جراوندز فاحتك بصوره جديده مع افلام الرعب اللي متاخده من نيو جراوندز، او حتى اللي استلهمت من الفتره بتاعت نيو جراوندز ديت وبقت موجوده على اليوتيوب بصوره او باخرى. وهتلاقي ان اغلب التيمات بتاعه الحاجات دي زي ما قلت، غير انها تيمه غير تقليديه، ولكن التيمات اللي انا لسه قايل لك عليها من شويه، ان في كآبه شديده، في كريبنس انت مش عارف تحط ايدك عليه وتمسكه وتفهم هو جاي منين، وفي حاله من اليأس العام اللي بتخلي حتى النهايه لو مش مفتوحه فهي برضو نهايه مش قادر تقول يعني بصوره واضحه انها نهايه سعيده، او اتحلت فيها على الاقل الحبكه كلها، مش كل حاجه مظبوطه فيها. في عندك مليون سؤال وسؤال وانت طالع من الفيلم، هو ده بيحصل ليه، او مين اللي ورا دوت، او ايه اللي جرى في الحته ديت. كل الحاجات دي هي اللي بتخليك تقول ان لا دي مش السينما الامريكيه المعتاده، وده اللي بيضيف لاوبسيشن، وده اللي بيخليه حاجه يعني لون جديد، طعم مختلف عن اللي انت متعود عليه بالنسبه لافلام الرعب. انا شايف ان في يعني زي ترند ان افلام الرعب خلاص، يعني انت النهارده قاعد مع جمهور المفروض ان هو شاف، مش هقول بقى مئات ولكن على الاقل عشرات الافلام من الرعب اللي خليته انا ايه اللي هيخضني او ايه اللي هيضايقني او كده. فعشان تعمل النهارده فيلم رعب يكون فيه حاجه جديده ده مطلوب، وده اللي بيخلي حاجات زي اوبسيشن، وعايزه اضيف معاه شويه حاجات تانية اقل منه شويه في الدرجه ولكن برضو ماشيه في نفس اللون بتاع الحاجات الاجدد في افلام الرعب، زي مثلا زي سمايل مثلا، اللي انا برضو هقول عليه فيلم كويس ولكنه مش مش فيلم خارق يعني، فاهم؟ فيلم جميل، فيلم مرعب حقيقه، يعني فيلم في طبعا حاجات مرعبه سواء الاولاني او التاني، وانا متشوق للتالت على فكره، مقارنه بافلام رعب تجاريه زي سلسله ذا كونجرينج مثلا، اللي هي
الرعب على قد العو والبخ والحاجات ديت وان انت داخل تقضي وقت لذيذ وبتحب الشخصيات اللي جوه وفي بوند بينك وبينهم وحاجات زي كده. فده ليفل تاني، ده ليفل تاني من الرعب، ملوش برضو علاقه بالرعب اللي هو بيصر انه يكون دموي لمجرد انه يكون دموي، زي سلسله افلام سو مثلا، او السلاشرز القديمه فرايدي ذا 13 او كده. انما وفي نفس الوقت برضو ما لعبش على البعد الماورائي بالاسلوب اللي هو يخليك انت في مواجهه مباشره بينك وبين الكائن اللي انت بتهرب منه او خايف منه او كده. فشايف ان دوت يعني توجه مطلوب وتوجه صحي واشاره واضحه ان الافلام ديت ليها جمهور. النجاحات اللي احنا بنشوفها من الافلام دي هي نفس النجاحات اللي انت بقى ارجع ورا بالزمن وشوف افلام الرعب القديمه وهتلاقيها في وقتها كانت جديده، فكانت بتعمل النجاح التجاري دوت. حاجه زي الين مثلا الاولاني، حاجه زي هالوين، برغم ان انا مش من عشاق السلسله بس ده كان بالنسبه لهم كان يعني كان شيء لسه فريش شويه، فكان يقدر ان هو يبص عليه ويقول انا عايز اشوف حاجه زي كده. نايت اوف ذا ليفينج ديد، لكن خلاص الحاجات دي اتحرقت، انت عملتها مره، فلما تعملها المره العشرة والعشرين والمية ده بيحصل. خلاص حاسس ان مش انا عارف هيحصل ايه. عشان كده اوبسيشن مطلوب ومطلوب ان هو ينجح ومبسوط ان هو نجح، لكن احنا نبالغ في تقديره برضو مش احسن حاجه. في ملحوظه برضو كنت قلت عليها بوست يعني من باب الضحك وقتها، ان في الريست جوه اوبسيشن عشان اخرج الناس اللي معايا من المود وكده، كنا قاعدين بنهزر يعني فقلت لهم على ملحوظه هي حقيقيه على فكره، ان البطله بتاعت اوبسيشن شبه جدا سلمى ابو ضيف بطريقه غريبه، يعني الطريقه اللي هو ازاي يا جماعه في فعلا شبه واضح وشبه ملحوظ يعني. اللي بيخليني افتح الموضوع دوت معاكم دلوقتي هو شيء اتكلمت عنه قبل كده كذا مره، الناس اللي متابعاني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وكده، ان احنا مفتقدين في السينما بتاعتنا بكام على السينما المصريه هنا التجديد في الالوان. احنا عايزين نشوف انواع وجنرز مختلفه من الافلام، احنا مركزين على نوعيه مش بس نوع الفيلم ولكن نوعيه كتابه معينه للشخصيات. مزعلني ان احنا ماسكين فيها باستماته، مش عايزين ان احنا نطلع منها ومش عايزين ان احنا نغيرها خالص، بمعنى حقيقي خالص. هو ماسك في ده ومش عايز يخرج من ده. وحتى الافلام اللي هي يعني بيتقال عليها انها بتقول شيء افضل او كده، لا زالت برضو بتقول شيء عميق ولكن في نفس السكه. احنا بنفتقد الفانتازيا في اعمالنا، وعايزك تتخيل معايا كده لو تم استغلال بعض القدرات التمثيليه اللي عندنا سواء النهارده او ارجع ورا بالزمن وشوف الافلام القديمه بتاعتنا. شوف لو انت كنت استخدمت النهارده رشدي اباظه مثلا ولا ساميه جمال، اي ممثل يجي في دماغك، زكي رستم، فريد شوقي اللي هو برضو مش انا اسف الفانز بتوعه بس مش بنفس القدرات بتاعه ممثلين تانيين اكبر منه او كده. يا سيدي حتى الكوميديانات بتوعنا ليه ما بنستخدمهمش الاستخدام الامثل؟ الكوميديا دي مش حاجه وحشه بس قصدي اقول ايه، اللي هو الصوره النمطيه اللي انت واخدها عن الممثل دوت او كده على ان هو بيطلع يضحكنا وخلاص، ليه ما تستخدمهوش بصوره تطلع فعلا قدراته الحقيقيه؟ انا شايف ان الدور اللي عملته البطله مثلا في اوبسيشن ده دور على فكره ممكن يترشح لاوسكار، وده مش بقول ان الفيلم تحفه وواو وكده، بس بقول قد ايه ان الادوار ديت مش موجوده بسهوله وان تجسيدها في حد ذاته صعب للغايه. كنت بقول لكم قريب كده من كام شهر على فيلم السنه اللي فاتت، تاني السنه اللي فاتت كنت بقول لكم على ولا اول السنه دي وانا فاكر نزل امتى، دراكولا لاف تيل. كنت بقول لكم ان الفيلم دوت كقصه فيلم يعني فيلم عادي انقذوا ان الممثلين اتوظفوا صح، الممثلين قاموا بادوارهم بصوره فعلا انقذت الفيلم ده. الفيلم ده كان ممكن يتحول لماده للميمز من فرط مش عايز اقول تفاهه ولكن سذاجه الحبكه بتاعته والطريقه بتاعه نقل مشهد لمشهد وكده، ولكن انقذوا الاداء
مش عايز اقول اسطوري، ولكن الاداء العالي جدا بتاع الممثلين بتوعه. فانا شايف ان بنفس الطريقه فيلم زي ما قلت من شويه، مش قصه مكتوبه حلوه، ولكنها مش قصه عميقه وعايز يقول حاجات كتير فيها وكده، بس توظف الممثلين فيه بصوره هايله تخليك تتحسر على بعض المواهب اللي في مواهب موجوده عندنا على فكره، مواهب فعليه مش متوظفه بالصوره الامثل. تاني بتكلم باثر يعني راجع ارجع ورا كده واقول ويا سلام لو كنا لحقنا الممثلين دول وعملنا بيهم، بس احنا لسه معانا ممثلين ممكن نطلع بيهم بشويه حاجات وحاجات حلوه جدا. اتمنى ان حد يطلع يعني بمخرجنا وبكتابنا ويجي يقول الله، طب هو انا ليه ما بتابعش فعلا السينما بجد؟ ليه عندنا مخرجين؟ ده حقيقي، ليه عندنا مخرجين ما شافوش في حياتهم غير البلوك باسترز؟ يعني يكون شاف له عارف في ليست كده، لو دخلت اي ام دي مثلا توب 250 مثلا ممكن ما يكونش شافهم اصلا كلهم، بس يعني يكون شايف مثلا 10 افلام مشهوره منهم ويقول لك انا كده بقيت يعني عندي موسوعه سينمائيه واتفرجت عليها وعايز بقى اعمل افلام. لا، هي ما بتعملش كده. انت لازم تشوف تجارب كتير جدا، لازم تقرا كتير جدا علشان تعرف تطلع حاجه زي اوبسيشن اللي هو سهل، اللي هو مش صعب خالص، اللي هو معمول بميزانيه 3 مليم. روح اقرا واعرف وشوف ليه الفيلم ده بيحتفوا بيه بره، لانه فيلم معمول فعليا ب 3 مليم وطلع بارباح مليونيه. فحاجه زي كده لازم تخليك انت كمان تقعد مع نفسك وتعرف ان انت فايتك كتير، وما فيهاش مشكله لما تيجي تتعلم وتيجي تسمع وتيجي تتفرج. يعني انا مش عايز اقول عندنا مخرجين شايفين اصلا وممثلين شايفين اصلا الفن حرام يعني، بس هو ايه، بس احنا شغالين فيه لحد ما ربنا يتوب علينا يعني. فدول هتطلع منهم منتج سينمائي كويس ازاي؟ هي دي المشكله. انا شايف ان مشكلتنا علشان تطلع حاجه زي اوبسيشن اللي هو، شوف انا كل ده وانا بقول عليه ايه، فيلم كويس، فيلم هايل بالنسبه للافلام الرعب، ولكنه مش من احسن 10 افلام مثلا تتشاف يعني او حاجه زي كده. ممكن يكون من احسن افلام السنه دي طبعا، لكن مش من احسن افلام اخر 10 سنين مثلا. فلما تيجي ده واحد ما شافش سينما، واحد ما اتفرجش على سينما، فشايف ان حاجه كول ان هو يعمل كده بالموتوسيكل يعني. فلما تيجي تقول لحد تعالى اعمل الفيلم ده، اللي هو فيلم فعلا سهل يتعمل، يعني لو جبت يعني ايه سهل يتعمل عشان برضه تكونوا فاهمين، لو جبت شويه ناس صحابك وقلت لهم تعالوا نعمل فيلم سوا بكاميرا موبايل او حاجه زي كده مع بعض كده في الكافيه او في الشارع، شوف مفيش لوكيشنز مفيش اي حاجه، هتعرف تطلع فيلم زي ده. بس الفرق بينك وبين المخرج اللي هو عمل دوت ان ده مخرج مذاكر واخد الموضوع بحب من زمان يعني. ده مش حد طلع في دماغه يلا نعمل فيلم، لا، ده واحد بيعشق المهنه، واحد فاهم يعني ايه سينما وعايز يطلع الموضوع بافضل ما يمكن وعلى قد القدر اللي قدامه من مبالغ والميزانيه اللي قدامه، طلع فعلا حاجه تستحق انها تتشاف. انا حرقتش ولا حاجه، وده كان شيء صعب ان انا اقول عن اوبسيشن. هل تشوفوا اوبسيشن؟ لا، ودي قلتها قبل كده، لا ما تشوفش اوبسيشن. واللي شاف الفيلم بتاع اوبسيشن اكيد عارف ليه. الفيلم مرهق جدا نفسيا، تجربه لا اتمناها للناس، مش عايز اقول لألد اعدائي يعني، بس ما اتمناهاش لحد يعني، مش عايزك تعمل في نفسك كده. لكن لو انت شفته فانت فاهم المميزات اللي فيه وفاهم قد ايه هو كويس. هل انا مستني جزء تاني ليه؟ على قد ما عندي يعني افكار جوايا كده ونفسي ان هم يستكشفوها، بس الليجاسي بتاعت الفيلم دوت هتبقى احسن لو هو فضل فيلم واحد وما حاولوش ان هم يكشفوا لنا اكتر مما كشفوا في الجزء الاولاني. ولكن انا عارف ان السينما التجاريه وعنصر الماده، ومش قادر الومهم طبعا، هيدفعوا ان هم يعملوا اوبسيشن 2 وبالطبع هتفرج عليه، ويمكن وقتها ارشحه للناس يمكن يكون اقل في جرعه النكد او البؤس يعني او كده. شوفوا افلام، اتفرجوا على افلام، اتفرجوا عليها في السينما، ما تتفرجوش عليها منصات، لان السينما حاجه حلوه قوي.
اشوفكم على خير.